أنا وسيرة العيادة. أنا إسراء ببري، دكتورة أسنان وعندي عيادة في الشروق، وبعمل ماجستير في تركيبات ثابتة. أنا قررت أدخل كمان طب أسنان علشان أغير فكرة الناس، وكمان عشان تحدي. قلت هتكون حاجة صعبة وأوريها إنه مفيش حاجة اسمها صعبة، وفي نفس الوقت أسنان فيها شوية من الأرض وشوية من تحدي، فدخلت أسنان. بس أتفرج على يوتيوب أنا ما عنديش أي مشكلة، يعني كلهم بيتواصلوا معايا عادي، وأنا بقرا شفايف كويس، فمفيش أي صعوبات في التواصل. إسراء دكتورة شاطرة جدا، ما واجهتش أي صعوبة إن أنا أفهمها حالتي، محسيتش إن أنا يعني بتعامل مع شخص عنده حاجة، شخص طبيعي جدا. لما أنا كنت صغيرة كنت كل يوم بخلص مدرسة وأروح مراكز التخاطب كل يوم دون هيئة، بقالي أكثر من 18 سنة بين مدرسة ومراكز التخاطب. هي مشوار طويل قوي، بس في الآخر تستاهل. إسراء كانت من الأطفال اللي فيهم ذكاء، كنا مستخسرين إن احنا نلجأ لطريق سهل، فقلنا نمشي في الطريق دوت، وبالفعل بدأناه في مصر بجلسات تخاطب يومية عند أساتذة التخاطب الموجودين، وكانوا عددهم فعلا قليل جدا. أنا بحبك. وصلنا لمرحلة مع إسراء بعد ما كانت بتعتمد على السماعة بس، جينا في مرحلة معينة كان لازم نلجأ للاختيار اللي احنا هربنا منه كتير قوي، لازم نزرع قوقعة لأنها فقدت السمع أو البقايا الحسية الكاملة في الودن الشمال. ايه الأخبار كده؟ صوت واضح؟ سامع صوتك كويس؟ 1 2 3 سامعة. وصوتي أنا كويس بالنسبة لك؟ واضح؟ اوكي. أنا عايزة مجتمع يغير فكرة أي حد عنده مشكلة ويتقبلهم، مش يحسمهم منبوذين. زي ما نقول كلنا مختلفين، كلنا عندنا نقطة ضعف، بس نقطة ضعف دي ممكن تكون في نفس الوقت نقطة قوة. الإنسان طول ما هو قوي ومش حاطط أي حاجة في باله هيلاقي العالم كله بيركع قدامه.